ممنوع حد يمشي، ممنوع الحياة تتوقف في الشارع الناس، لكن هذا الكفيف يمر طالبا لرزق معين. هو الأدب الساخر يلتقط هذه اللقطة ويحولها إلى عمل فني أو إبداعي كبير. هكذا بدأت لقائي بالفعل بأن الفن أكثر المستفيدين من ثورة 25 يناير. بعود إلى الدكتور محمد إبراهيم عناني. حقيقة يمكن الثورة دكتور بتدعوك ان انت تعلنها. مساء الخير. والله يعني يمكن اللقطة الأولى التي أتوقف أمامها أظن اليوم في الأهرام، ومع إعلان جوائز الأوسكار عملوا تمثالا آخر على شكل تمثال الأوسكار وإنما بوجه المصري. توقفت أمام هذا الشيء الصغير، وكان المصريون في أمريكا وفي أوروبا عادة ما يكتمون مصريتهم. اليوم يتحول اسم مصر لرمز لكل ما هو جميل ورائع. وأيضا انظروا للشوارع، ومنذ أيام كانت روائح القمامة ولا مؤاخذة شيء رهيب، ولا 50 كيسا يعبئها بنات. ومررت بشيء من الاندهاش لأجد من يسلم علي منهن وأسألهن: أنتم طالبات كلية الآداب؟ يقولن لي: لا، نحن طلبتك في الأكاديمية. وما أدراكم ما بنات الأكاديمية ودلعهم وشياكتهم وغيره. وأرى منهم العشرات يجمعن ويحبئن، وغيرهم وغيرهن ينظفن الشوارع ويطمسن اللافتات المكتوبة ويجملن المدينة. من فعلها من شعوب الأرض؟ على الإطلاق لا. حتى ثوراتنا الماضية كانت إما غضبة، إما انطلاقة، إما حركة جيش. أما هذه المرة فإنها حركة الشباب، والشباب هو النبض الحقيقي للأمة. دعونا من الشيوخ، وأنا لا أتعصب بالشباب بحكم انتمائي لهم، وإنما أقول إنه بالفعل معيار الأمة، مقياس الأمة هم الشباب. أي كلام ممكن أن يقال، أي صاعقة، شيء عبقري يندلع 25 يناير ليغير من صورة مصر. كل كلام يسجد أمام ما حدث. وأنا اليوم أقولها ويقولها كل المصريون: لقد أصبحنا بالفعل فخورين بمصر، فخورين بشبابها، بنبضها، بوجدانها، بنظافتها، ببراءتها، وبسلميتها، بكل ما تحمله هذه الكلمة مصر والحرية والشباب والقيم والخلق من معاني. على هامش ما قلت، فإني باسم هيئة الفنون والآداب التي أنتمي إليها، نحن نريد أن نوثق لها من خلال كتابات أدباء الإسكندرية، أعضاء وغير أعضاء هيئة الفنون والآداب. فأنا أدعو من الآن ونسلم النصوص لصاحبنا جابر بسيوني أو لأي طرف من أطراف هيئة الفنون. أعود مرة أخرى فأحتفي بكم فردا فردا، وأحتفي بهذه المنصة الرائعة. ومعلش أخص، وأنا أنتمي للطريقة القطامشية، أخص أخي الحبيب الأستاذ الشاعر ياسر قطامش بتحيتي ومحبتي واحترامي. شكرا والسلام عليكم.